اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لو اول مره بتشوفوا قناه شيف ام بوسي، ما تنسيش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. قناتي لسه جديده وعايزه الدعم وشجعوني. النهارده هنعمل مع بعض طريقه ازاي نخلي الوراك من العظم اللي فيه عشان نعملها حمام كداب. الطريقه سهله وبسيطه ومش بتاخد اي وقت. بدل ما نروح لبتاع الفراخ نقول له هات لنا وراك نعملها حمام كداب واخليها لنا، لا احنا نعمل حاجتنا بايدينا وسهله وبسيطه وان شاء الله ما تخافيش، اللحم مش هيتهري منك ولا الكلام ده خالص. شوف الخطوات اللي انا هعملها هي سهله وبسيطه. شفتم اللحم ما تهراش مني وطالع الورك زي العسل، يعني خليت منه المفصل والعظمه بتاعت الدبوس ولا اتهرى مني ولا الكلام ده خالص. هنا معانا بقى 4 وراك هنخليهم مع بعض. انا هخلي معاكم 2 واتنين انا هعملهم مع نفسي كده علشان الفيديو ما يطولش معانا. هنا جبنا الورك بتاعنا حطيناه، لازم يكون معاكي سكينه صغيره، لازم السكاكين بتاعتك تكون حامي، اهم حاجه تكون سكاكينك حامي. جبنا معانا سكينه كبيره هنحتاجها في كسر العظمه بتاعت الدبوس، ومعانا سكينه صغيره دي اللي هنخلي بيها. كده بقى هنمسك العظمه اللي في الورك اللي بتبقى في الطرف دي، هنمسكها هنحدد بايدينا اول العظمه دي فين وهنبتدي نخليها كده بالراحه. حاولي تخلي بالراحه كده وما تهدريش في قلب اللحم، يعني انا بحاول اسلك اللحم من العظمه عشان ما اطلعش لحم في قلب العظمه هنخليها مع بعض كده. بقى فصلنا المفصل عن العظمه، مفصل العظمه الاولانيه اللي احنا هنفصلها عن العظمه اللي احنا بنفصلها دي بنخليها. شفتم انا بحاول ما اطلعش لحم في قلب العظمه اللي انا بخليها خالص. سلكي بالراحه كده، والله الطريقه سهله وبسيطه، اتشجعي كده وسني السكاكين بتاعتك سنه كويسه وان شاء الله يعني مش هياخدوا في ايدك دقايق. شفتم انا بحاول اسلك بالراحه عشان ما اطلعش لحم واهدر في اللحم بتاع الورك. شفتوا اتسلكت معانا بكل بساطه، العظمه طالعه ما فيهاش لحم خالص. كده كده سلكنا اول عظمه في قلب الورك. والورك بتاعنا لازم الجلد بتاعه يكون سليم، يعني ما تيجي تشتري وراك اشتريها وقول له ما تجيبش الجلد بتاعها عشان الجلد هينفعنا واحنا بنحشي الحمام ده اللي هنم الرز في قلبيه. كده بقى جينا للعظمه بتاعت المفصل، هنحسس عليها كده ونشوف اولها فين واخرها فين، وهنقوم فاتحين من اول العظمه لاخر العظمه وهنسلكها بالراحه كده عشان ما نهدرش في اللحم برضه. شفتم سلكنا من على اول العظمه كده، بيبقى في انسجه بتبقى لازقه في قلب العظمه، انا بحاول اسلكها بالراحه كده. هنمسك السكينه بقى وهننزل باللحم لتحت كده، ما تخافيش اللحم ما بيتقطعش معانا ولا الكلام ده خالص. بالراحه كده وبالراحه كده على الورك وسايسيه وانت بتخلي العظمه كده. انا بحاول اسلك الانسجه اللي بتبقى لازقه في قلب عظمه المفصل دي. كده وصلنا لاول القرقشه اللي بتبقى في قلب العظمه، هنمسكها نسلكها بقى من مفصل العظمه بتاعت الدبوس. هما بيبقوا عظمتين متواصلين ببعض كده، انا سلكت دي من دي. شفتم طلعت معايا بكل سهوله ومش طالع فيها لحم ولا هدرت في اللحم بتاع الورك. شفت الورك معايا حلو ازاي وطالع زي العسل، بسم الله ما شاء الله. واهم حاجه في اللي وراك دي لازم تجيبي الورك يكون كبير كده عشان تعرفي تلف هو اسمه حمام كداب، تلف الحماميه حلو وتبقى مساحه كبيره معاكي، يعني مساحه الورك كده وانت بتبرميها ما تكونش صغيره. كده بقى بدأنا في العظمه اللي في الدبوس نفسه، هنمسكها برضك نسلك من عند القرقشه كده، في انسجه بتبقى لازقه في قلب العظمه، انا بسلكها حته حته بالراحه. والله الطريقه سهله وبسيطه، تشجعي كده بس سن سكاكينك تكون حاميه، لازم تكون السكاكين حاميه. كده انا سلكت من عند القرقشه، ابتدي بقى دخلي السكينه الصغيره دي اكنك بصي اكنك بتقوري محشي، اكنك ماسكه بتنجانيه او كوسايه بتقوريها.
هنمسكها، هندخل بوز السكينه الصغننه دي وهنتنينا نسلك اكننا بنقور محشي. شفتم انا يعتبر سلكته نصها من فوق. برضك همسك من اول العظمه كده وانزل وانا بسلك الانسجه من قلب العظمه. الانسجه اللي بتبقى لازقه في قلب العظمه انا بحاول اسلكها. كده وصلنا لاخر العظمه. انا طبعا العظمه دي انا مش هكسر القرقشه اللي بتبقى في اخر العظمه دي. القرقشه دي انا هسيبها زي اكنها زي ما تكون راس الحمامه، يعني بتبقى قافله بوز الورك من تحت. دي بتبقى وهي طالعه بعد ما بتعملي بتحشي الورك، بتبقى عامله زي راس الحمامه كده. طبعا انا مش هفتح الفتحه بتاعت العظمه دي من تحت خالص، انا كسرت من قبل القرقوش، يعني بسيبها في قلب الورك نفسه عشان بتبقى قافله الورك من تحت. شفتم اهو انا سبتها هو ما كسرتهاش وخليته وما خدش في ايدي يعني دقيقتين، ولا هدرت في اللحم بتاع الورك، والورك طالع معايا زي العسل اهو. اللهم صل على النبي. طبعا هعمل معاكم وركان بس عشان الفيديو بس ما يطولش. هعمل معاكم وركان وانتوا نشوفوا الطريقه انا ماشيه بيها ازاي بالظبط. شفتم انا خاليه العظم، لا طالع فيه لحمه ولا هدرت فيه ولا الكلام ده خالص. طبعا انا جبت الورك التاني اللي هعمله معاكم. حسست كده بايدي، شفت اول العظمه اللي احنا بنفصلها الاولانيه دي اللي بتبقى في فخده الورك، بشوف اولها فين وبقوم شقه كده من اولها لاخرها، وبحاول بقى اسلكها من الورك وما خليش فيها لحمه خالص. يعني بحاول اسلك بالراحه كده واطلع اللحم منها، اجيبه ميمة الورك، بطلع اللحم منها بجيبه في اول الورك. طبعا احنا بنستعمل السكينه الصغيره دي وسكينه اكبر منها، بس هما السكينتين دول بس. السكينه الكبيره في كسر العظمه والسكينه الصغيره بنخلي بيها العظم، بس لازم تكون سكاكينك حاميه. كده انا سلكت العظمه هي، بحاول بقى اسلك اي لحمه اي حته جلد لازقه في العظمه. انا محتاجه الجلد اللي انا بسلكه ده كله، ولو في دهون في دهون بتبقى صفرة كده، دهن بيبقى اصفر برضك تحاولي تخليه مع الورك. الدهن ده بيطلع لك ورك الفرخه اما بتيجي تلفيه زي الحمامه. الدهون دي بتبقى بتنزل عسل في قلب الرز، يعني بتخلي رزك معسل. شفتم خليت العظمه ما فيهاش لحم ولا هدرت في اللحم ولا الكلام ده. كده انا خليت اول عظمه في الورك. هنيجي بقى على العظمه بتاعه المفصل بتاعتنا. انا جسيتها كده، بجسها بايدي وبقوم شقه من اول العظمه لاخر العظمه بالراحه كده. والله سهله وبسيطه، سني سكاكينك يا عسل انت وهي، وتشجعي كده وجربي في ورك تاني ورك تالت ورك رابع ورك هتلاقي نفسك استاذ. طبعا انا بحاول اسلك القرقوشه اللي في اول المفصل، بسلكها بالراحه كده. هنسلكها وهقوم عادله العظمه كده بقى، واتني برضك انزل باللحم، اتني افك الانسجه كده بالراحه اللي هي بتبقى لازقه في قلب العظمه نفسها. دي عظمه المفصل بتاعتنا. ليه احنا ما نخليش حاجتنا بايدينا ونبقى شطار كده وتبقي لهلوه زي ام بوسي كده وبتعملي كل حاجتك بايديكي. اللي وراك دي برضك انا مش شارياها جاهزه، انا كنت جايبه فراخ فصلت الصدور لوحدها وفصلت اللي وراك لوحدها واللي جناحها لوحدها والكبد والقوانص لوحدها. بسم الله ما شاء الله هتاكلي من الفرختين كم مره. كده بقى انا جيت على اخر العظمه، من اخر العظمه كده بيبقى في قرقوشه كبيره كده. انا بحاول برضك اسلكها ببوز السكين، ولازم سكينتك تكون لها بوز رفيع كده. جربي كده وهتلاقي الطريقه سهله في ايديك خالص. كده سلكنا العظمه والوركه او العظمه بتاعت المفصل فصلت معانا. شفتوا الورك وجماله عامل ازاي؟ طبعا شفتوا حته الدهن اللي هي نازله من الورك دي بتخلي لك الحمام الكذاب وهو بيستوي بينزل بهاريس كده بيبقى مسكر.
هنيجي بقى على اول العظمه بتاعت الدبوس، هنسلك بردك القرقوشه اللي في اول العظمه بالراحه، هنسلكها من الاربع جناب كده. دي كانت معانا حته قرقوشه من المفصل اللي احنا شلناه الاولاني، انا بحاول اسلكها واشيلها. هنسلك بقى عظمه الدبوس بردك من بوزها من فوق كده بالراحه. وبعد ما نسلكها بردك هنعمل ايه؟ اكنك بتعملي محشي، اكنك بتقوري بتنجانية او كوسة بالراحة كده، ولازم سكينتك تكون حامية. شفتم انا بعمل بالسكينة اكني ماسكة مقورة، المقوار بتاع المحشي دوت، واكني بقور بتنجانة او كوساية. بس حاولي وانت بتعمليها كده تلزقي السكينة في العظمة نفسها، عشان احنا بنسلك اللحم من العظمة بتاعت الدبوس دي. شفتم اهي اتسلكت معايا اهي. هحاول بقى اسند بالعظمه كده على الرخامه وتن انزل ايه، افك الانسجه كلها من اللحم اللي هي بتبقى لازقه دي كده. وصلنا لاخر العظمه من تحت اهو. بتتسلك معايا بسرعه والطريقه سهله. يعني انت لو جايبه فراخ على ايدك كده وخلتيها على ايديك، هتمسكي الاربع توراك تروح للراجل تقول خلي لي دول؟ لا، احنا نعمل حاجتنا بايدينا كده. انا وصلت لاخر العظمه اهو. هنجيب السكينه الكبيره بقى، السكينه الكبيره دي بنستعملها في كسر العظمه. هنيجي نكسر العظمه من اخرها، مش هنيجي يمه القرقوشه بتاعتها. القرقوشه دي بنسيبها اكنها عامله زي ايه، رقبه الحمامه من فوق كده، وبتبقى سدالي الورك من تحت عشان الرز ما يطلعش. شفتوا الجمال؟ طلع معايا زي العسل. شفتوا في لحم اتهدر معايا او الورك باظ معايا، والطريقه سهله وبسيطه. انا مرضتش اعمل الاربع توراق معاكم عشان الفيديو ما يطولش. شفتم ايديا بتخش في الدبوس ده، الجيب بقى اللي احنا هنخبي فيه الرز. بسم الله ما شاء الله، الطريقه سهله وبسيطه، وامشي بالطريقه دي هتلاقي الورك بيتخلي معاكي في ثانيه. شفتوا العظم طالع معانا ما فيهوش لحمه ولا الكلام ده خالص. كده الاربع توراق معانا انا خليتهم هما وبقوا زي العسل. اتعلمي تعملي كل حاجه بايديكي كده وما نعملش حاجتنا بره. شفتم الدبوس؟ انا بوريكم ده اللي هنحشي فيه الرز بتاعنا. في ناس بيشقوا من الدبوس دون وبيفتحوه، لا، احنا هنحشي الرز في قلب الدبوس دون. هيبقى جايلك على هيئه اللي شفتوا حصالة الحمامه كده ما بتبقى محشيه من يمه حصالة الحمامه من يمه الزور. احنا هنحشي الدبوس ده هيديك على هيئه زور الحمامه بالظبط، الزور بالرقبه كده. وكده خليناهم الاربعه وما خدوش في ايدينا دقايق وبقوا زي الفل. وطبعا دول قبل ما هنحشيهم بردك انا مرضتش اطول في الفيديو. ان شاء الله الفيديو الجاي هنعمل معاكم طريقه حشو الحمام الكذاب. انا عملت ده فيديو لوحده وده فيديو لوحده عشان الفيديو ما يبقاش كبير. وكده يبقى فيديو النهارده خلص، ويا رب يكون عجبكم. وما تنسوش ام بوسي في احلى لايك منكم واشتراك، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. وباي باي.